السلام عليكم يا أحلى متابعين، كنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. جيتكم اليوم بالقصة الثانية لهذا النهار، نتمنى أنها تنال إعجابكم، وما تنسونيش كيف مع العادة من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينة بحالكم. وقبل ما ندوزو القصة نصليو على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وندوزو القصة مباشرة. أنا نورة، جيت اليوم باش نشارك معكم الحكاية ديالي، وجيت باش نقول لكم إلا كنتم مكتابين لواحد الشخص وهو مكتاب لكم، وخا يوقع اللي وقع، لا بدا ما ربي غادي يجمعكم. نبدا معكم حكايتي. انا البنات كنت عايشه بخير، ما ناقصاني حتى شي حاجه، اموري الحمد لله. كنت كنقرا هذيك الساعه، كانت عندي 17 سنه. في هذيك الوقيته واحد المره عيطات خالتي لماما وقالت لها بلي هي باغيه تزوج بنتها، والعرس ديالها قريب، وخالتي كانت بعيده منا، وعلماتنا الوقيته اللي غادي يكون فيها العرس، وقالت لماما باللي خاصك ديري بحساب غادي نتجلسوا معايا سيمانه. انا فرحت لحقاش كنت محتاجه انني نخرج ونفوج شويه. وصل الموعد المنتظر، سافرنا ومشينا لعند خالتي. كانت الوالده ديالي كتعاونها في داكشي ديال التوجاد، والامور كانت غاديه مزيانه، وكل نهار ناشطين وضحكين، وكل نهار نغني ونزغرتو على ود بنت خالتي. وتماك البنات غاديه نتلاقى بولد خالتي اللي شحال ما شفتو مده طويله، حتى الى لاقاتنا الظروف كنتلاقاو غير في شي مناسبه، وعمرني ما جلست معاه ولا هضرت معاه. فهاديك الفتره اللي دوزتها عند خالتي ولدها ولا حاط عليا العين، ولينا مره كنجلسوا وكنجمعوا وكتكون معنا اختو. بطبيعه الحال بدا كيكون واحد الاعجاب بيني وبينه، تكونات واحد العلاقه اللي هي زوينه، وحبينا بعضياتنا، وديك العلاقه كانت مبنيه على الاحترام. في الاول ما اعترف حتى شي واحد فينا الاخر، داك الحب غير في القلب ديالنا، ولكن كنهضروا عادي بحال الخوت. دوزنا العرس، نشطنا وضحكنا، وسالات السيمانه، ورجعت انا لدارنا. فاش رجعت كنت خليت له النمره ديال التليفون ديالي، لحقاش قال لي خلي لي النمره مره نسول فيك. قلت له ماشي مشكل. ولد خالتي البنات ما كانش عايش معها، لحقاش كيجي غير في العطل، خدام في بلاصه اخرى، وكان بعيد على خالتي وكاري مع شي دراري. ولا دايما من الليل كيبدا كيصيفط ليا في الميساجات وكيسول فيا كيف دايره، لاباس عليك، كي دايره مع شي قرايه. وحتى انا كنجاوبو كنقول ليه الحمد لله، وكي داير انت مع الخدمه، كيقول لي الامور راها غاديه. نهار على نهار بديت كنتعلق به اكثر وكثر، وحتى هو من الميساجات غادي نوليو كنعيطوا وكنهضروا. صراحه وليت كنبغيه بزاف، وفي واحد النهار غادي يعترف ليا بالحب ديالو، ولكن كان كيقول لي تسني عليا شويه حتى نوجد راسي، حتى نوقف على رجليا. وحتى انا ما كنتش زربانه، لانني اصلا ما كنتش واصله حتى السن القانوني باش نقدر نتزوج. كنت كنقول له انت جمع راسك، وها انا مكمله في قرايتي، نهار تكون واجد مرحبا بك. هاد السيد حبيته واحد الحب جنوني، ما بقيتش قادره انني نتفارق عليه. يوميا كنهضر انا وياه بحال الا ساكن معايا في الدار، وحتى شي واحد بطبيعه الحال من عائلتي ما كيعرف شي حاجه سوى اختو، هي اللي ولات عارفه ديك العلاقه اللي بيني وبينه. مشات ايام وجات ايام، حتى غادي يدوز 4 سنين. 4 سنين البنات وحنا في ديك العلاقه، 4 سنين وحنا كنهضروا مع بعضياتنا. حتى هو يعني وصل لواحد المرحله ولا كيقول لي صافي حنا خصنا نتزوجوا، ولكن انا كنت كنشوف راسي مازال صغيره، مازال ما شارباش عقلي، وكنقول خليني بلاتي اشنو غادي يزربني. كنقول مزيان، كنقول ليه خليك توجد راسك مزيان باش نهار نتزوجوا ما تكونش عندنا مشاكل ماديه. كان كيقول باللي عندك الصح، ولكن راني خايفك غير طيري من بين يديا. وكنت انا دائما كنقول ليه ما عمرك تخاف من هذه القضيه، قلبي معاك. ايوا البنات في واحد النهار من بعد هذيك 4 سنين قررت انني صافي انا وياه خصنا نتزوجوا، خاص هاد العلاقه تعرف للعائله
ديالو ولا العائله ديالي. ولكن قبل قال لي خليني حتى نهضر مع الوالده وهديك الساعه يكون خير. كنت فرحانه لانني كنت كنقول مع راسي انا علاقتي بخالتي زوينه، يعني ما يمكنش انها غادي ترفضني ولا غادي توقف في طريقنا انا وياه. لكن البنات كيف ما قلت لكم هو خدام بعيد على خالتي. شد واحد النهار على ود هذا الموضوع، قال لي انا ما بقاش فيا اللي يصبر مازال. جا لعند ميمتو وقال لها الوالده انا اليوم جاي باش نقول لك واحد الخبر. قالت له قول. قال لها انا بغيت نتزوج. فرحات ليه، قالت لي حتى انا كنت كنتسنى داك النهار بفارغ الصبر. ايوا قال لها تسناي بعدا باش تكمل فرحتك، خاصك تعرفي شكون هي العروسه. ايوا قالت له قول شكون هي. قال لها فلانه. قالت لي شكون؟ قال لها ويلي بنت اختك. قالت لي شنو بنت اختي؟ الا هذيك هي اللي عمرها ما تكون مراتك، هذيك هي اللي عمرها ما تدخل داري. قال لها علاش هاد الهضره؟ زعما راه بنت اختك، فين هو المشكل؟ اش بينك وبينها؟ علاش بغيتي ترفضيها؟ قالت له صافي دويت معاك وانا دابا غادي نعاود نقولها لك، هذيك البنت عمرها ما غادي تكون مراتك، ولا بغيتي السخط ديالي راك غادي تقلب عليه. المهم هو ديك الساعه رجع في هذاك النهار، رجع لخدمته وتماك عيط ليا وعاود ليا هادشي اللي سمعته. انا تصدمت، كيفاش خالتي رفضاتني؟ فين هو المشكل؟ واش انا فيا شي عيب؟ واش كاينه شي حاجه بيني وبينها؟ انا كنت كنشوف علاقتها مزيانه مع ماما، يعني ما عمرني بان ليا شي حاجه ماشي هي هذيك اولا كاينه شي عداوه اللي غنقول انا على ودها خالتي رفضاتني. الزين وزوينه القرايه والحمد لله، ولكن علاش غاديه ترفضني؟ هذاك النهار بالذات البنات كنت كنعيط ليه وما كيجاوبنيش، وعيطت لختو وحتى هي ما جاوباتنيش، وكنت حاسه باللي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، حتى غادي يعيط ليا ويعاود ليا ويقول باللي خالتي ما بغاتنيش. صراحه بقى فيا الحال بزاف، لا انا ولا هو. وهو كان كيقول لي عمرني ما غادي نتخلى عليك وانتي اللي غادي نديك مهما كلفني، انا غادي نبقى كل مره كنهضر مع الوالده حتى نقنعها ما تخافي والو. انا كملت في حياتي وهو كمل في حياته، وكنتسناو داك النهار اللي غادي تقتنع خالتي بيا. ما نكذبش عليكم انا كنت كنبغيه بزاف وما كنتش قادره انني نشوف شي واحد اخر من غيره، وحتى هو كان كيقول لي نفس الهضره. المهم عاود حاول معاها مره اخرى، وهاد المره تدخلات اختو وتدخل حتى الاب ديالو. قالوا لها نعلي الشيطان والبنت ما فيها ما يتعاب، اشنو عيبتي فيها هذيك البنت؟ علاش ما بغيتيهاش تكون مرات ولدك؟ وهي اللي عندها سوى انها كتقول لهم ديك البنت عمرها ما تكون مرات ولدي. صافي انا فقدت الامل، وليت كنقول مع راسي بعد المرات علاش لي ما نمشيش عندها ونطيب خاطرها ونقول لها خالتي وخلينا نتزوجوا وكذا، ولكن كرامتي ما سمحاتش ليا، هي رفضاتني وبدون سبب، وهادشي اللي كان انا قاهرني. بغيت نعرف غير السبب. مشات ايام وجات ايام، والسيد فاش كنهضر معاه كيقول لي ما باليد حيله. امي مازال ما بغات، عييت نقنع فيها ما خليتش شكون جبت ليها، ولكن هي كتقول انا قررت وصافي. شوف لك اي بنت كيف ما بغى يكون النوع ديالها انا قابله بها، الا بنت اختي. حنا بقينا معلقين ما عارفينش شنو نديرو، هو كيبغيني وانا كنبغيه، حتى وصلت بيه لدرجه انه قال لي شوفي انا غادي نجي نخطبك من داركم، غادي نجيب معايا الوالد ونجيب معايا اختي، الوالده ما بغاش تجي خاطرها هذيك، وحنا غادي نتزوجوا لحقاش حنا كنبغيو بعضياتنا. ولكن انا اللي ما قبلتش، قلت له شوف ولد الناس، الحاجه اللي غادي تبدا بالصداع وبالمشاكل ما عندي ما ندير بها، انا كنبغيك وما نقدرش نشوف شي واحد اخر من غيرك، حبيتك لواحد الدرجه ما تخيلهاش، ولكن فكره انني نتزوج ضد في خالتي انا هنا غادي غير نزيد في العداوه. انا كنشوف في الحياه ديالنا من هنا للقدام غادي نبقاو عايشين في المشاكل حياتنا كامله، اللهم الحاجه تكون برضاها، وإلا ما كانتش برضاها ما عندنا ما نديرو بها. قال لي شنو زعما كتخلي عليا؟ قلت له ما كنتخلاش عليك، ولكن الظروف جات وحكمات اننا حنا ما نكونوش مع بعضياتنا. صافي عفضت على قلبي وقلت ما عندي ما ندير بالمشاكل، وخصوصا الا ماما عرفت بهذا الموضوع. هادشي انا كنت كنهضر فيه غير بيني وبينه، هو كيهضر مع عائلته، يعني ماما
يعني ما كانش في راسها حتى شي حاجه من هاد الشيء. صافي حاولت انني ما بقاش نجاوبو وما بقاش نهضر في داك الموضوع، ولكن هو بقى مستمر، واخا ما نجاوبش كيصيفط ليا ميساجات كنشوفهم وما كنردش عليه، كنقول برك عليا من صداع الراس، وسنين هادي وانا معاه، وفي الاخر جات امو حكمات علينا. ومع ذلك قلبي ما سعفنيش. قلت شنو غادي ندير؟ هزيت التليفون وعيطت لخالتي. الو خالتي كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير؟ امورك هانيه؟ جاوبتني بالصواب وقالت لي لاباس الحمد لله. كي دايره نتيا وكي دايره ماماك؟ قلت لها الحمد لله. قلت لها خالتي انا معيطه لك اليوم على ود واحد الحاجه. انا عرفت باللي انت رفضتيني وما بغيتينيش نكون لولدك، ولكن انا ما معيطاش اليوم باش نقنعك بهذا الموضوع. انت حره تزوجي ولدك بمن بغيتي، ولكن عندي لك سؤال واحد بغيت نعرف غير السبب. انا ما غاديش نعيش مرتاحه الا ما عرفش السبب علاش رفضتيني. اعطيني شي سبب مقنع. قالت لي سولي ماماك على هذا الشيء. قلت لها كيفاش نسول ماما شنو دخلها في هذا الموضوع؟ قالت لي هي اللي عارفه الحرقه اللي حرق لي باك قلبي، وحتى انا قررت باش نحرق ليك قلبك انت لانك انت بنته. بغيت نذوقه من نفس الكاس اللي شربوا ليا وقطعات عليا. خلاتني ما فاهمه والو. اللي فهمت واللي استنتجت ان خالتي كانت على علاقه ببابا. هادشي اللي فهمت. قلت انا خاصني نتاكد من هذا الموضوع، وجلست مع ماما. قلت لها ماما ها اللي واقع وها اللي واقع، وولد خالتي بغاني الزواج وخالتي رفضات، وفاش سولتها قالت بلي انت اللي عارفه السبب، وباللي هي بغات تحرق قلبي كيف ما بابا حرق ليها قلبها. فهميني. ماما ديك الساعه دموعها بداو كينزلوا. قالت لي قالتها ليك؟ قلت لها عافاك ماما فسري لي شنو واقع. قالت لي بنيتي باك وخالتك كانوا كيبغيو بعضياتهم ملي كانوا صغار. انا ما فراسي والو وما كنت عارفه حتى شي حاجه. المهم قرر انه يتزوج. جاب امو وجا يخطب. عوض ما يخطب خالتك خطبني انا، اولا بالاحرى امو بغاتني انا. ولكن هو ما امتنعش. هو ما قالش لا انا راني كنبغي فلانه وبغيت فلانه، لا، سكت وكمل معايا وفضلني انا على اختي. وانا حتى لهنا ما فراسي حتى شي حاجه. تزوجت به وولدتك. عاد ديك الساعه غادي نفهم ونعرف الموضوع اشنو كان فيه. جات خالتك وعودات لي الموضوع وقالت لي بصحتك به، واخا انا سنين وهو كيوعدني بالزواج، نهار جاي تزوج بك انتيا، وليام راها كدور ولا بدا ما غادي يخلص في واحد النهار. انا ديك الساعه ما بقى عندي ما ندير. نهار عرفت ان اختي كانت كتبغي راجلي وانا والده معاه ومزوجين، يعني ما بقاش عندي فين غادي نرجع. صافي اللي عطا الله عطاه. واخا هكاك علاقتي باختي ما تبدلاتش، بقينا خواتات. واقفه معايا وواقفه معاه على الحاره والحلوه، ولكن علاقتها بباك كتكرهو، ما كتحملش انها تطلق معاه ولا تسمع حتى سميتو، وانا كنت كنحترم الراي ديالها. ايوا دابا ملي ما بغاتكش لولدها فهي كتعتبر راسها ردات الدقه لباك وماشي ليا انا ديك الساعه فهمت باللي مستحيل غادي انا شي نهار نتزوج بولد خالتي، وقررت فعلا نعفط على قلبي ونسى كاع ديك العلاقه اللي بيني وبينه. كملت في حياتي وحتى هو كمل في حياته، واخا بقى مره كيحاول يتصل بيا، بعد المرات كنقطع عليه باش يفهم وباش ما يبقاش يعاود يتواصل معايا. انا البنات كانوا كيجيو فيا الخطاب وكنت كنرفض الاول والثاني والثالث، دائما على امل واحد النهار غادي نتزوج انا وولد خالتي. واخا قلت لكم راني عفطت على قلبي، كنتسنى شي معجزه توقع، ولكن حتى شي حاجه ما وقعت. وقررت انني نتزوج. تزوجت بواحد السيد اللي ما كانت بيني وبينه حتى شي علاقه، ما كنعرفو ما كيعرفني. جا بغا يتزوج، دق بابنا وانا قبلت. تزوجت به، ولكن غادي نعيش معاه اكفس ايام حياتي. دوزت معاه 7 سنين ديال الزواج، 7 سنين ديال الخيانه، 7 سنين ديال الغدر، 7 سنين ديال سوء المعامله. دوزت الجحيم، حياه اللي ما تمنيهاش لحتى شي وحده ولو تكون عدوتك. ومع ذلك كنت كنحاول نصبر ونكمل في حياتي. ولدت معاه وليد،
ودايما ديك الفكره ديال الطلاق كنستبعدها وكنقول على قبل ولدي، ما يمكن لياش انا يعني نخلي ولدي يعيش يتيم، لان الاب فاش كيطلق الام راه بحال الا ولادو كيعيشوا يتامى، لان كاين بعض الاباء اللي كيطلق المراه وكيطلق الوليدات معاها. كنت كنفكر بعقلي وما كنفكرش بقلبي، ولكن مع المده هادشي طول، شفت الحقره بزاف حتى ولا كيمد عليا يديه. هنا قررت نوضع حد لهاد الزواج وطلقت منه. طلقت وجيت لدارنا، حطيت ليهم الولد وخرجت كنقلب على خدمه، لان ما يمكنش ليا انا مطلقه وجايبه ولدي ونبقى جالسه مربعه يديا. خاصني نشق حياتي، نبدا حياه جديده، ما نبقاش نبكي على الماضي واللي وقع فيه. حتى لواحد النهار غادي نسمع باللي ولد خالتي حرق، والعائله كلهم كانوا خايفين عليه وكل شيء كيبكي عليه، لحقاش ملي مشى تقطعت الاخبار ديالو. من بعد عامين عاد غادي يتواصل معاهم وعاد غادي يحكي لهم بزاف ديال الحوايج وقعات ليه في الغربه، هذا موضوع اخر. عاد غادي نعرف باللي السبب ديال السفر ديالو هو نهار عرفني انا تزوجت. صافي شاف باللي انا وياه تفقد فينا الامل، قرر انه يغبر من هاد البلاد، ولكن دوز معاناة كثيرة باش قدر انه يصوب ورقاته، ومع ذلك عمرو ما جا للمغرب. دوز سنين هو على برا كيتواصل مع والديه، كيهضر معاهم، كيهضر مع اخته، ولكن ما قابلش انه يجي لعندهم. كان كيحسبهم باللي هما السبب في انهم ضيعوا واحد الانسان اللي حبها قلبه سنين هذه. ولكن خالتي كانت مرضات اللي خايبه بزاف، لان ماشي سهله ولدك تكبريه ويبان قدامك راجل وفي واحد النهار يخرج وما يرجعش. مرضات من وراه مرضى اللي خايبه بزاف. وهو فاش كان كيتواصل يعني مع باه ومع اخته قالوا لي باللي امك راها مريضه وخصك تجي تشوفها. وفي نفس النهار غادي يتصل بيا انا بنت خالتي وقالت لي دوزي لي ماماك. دوزت لها ماما، قالت لها شوفي ماما راه باغيه تشوفك، حاسه براسها باللي ساعتها قربات وبغات تلاقاك. ديك الساعه قالت لي ماما واش تمشي معايا؟ فكرت بزاف وقلت ماشي مشكل، كل واحد فينا راه شاف حياته، يعني انا غادي نمشي فقط نأدي الواجب، نشوف خالتي ونجي في حالي. مشيت مع ماما، وهذاك النهار اللي غنمشيو فيه حنا هو هذاك النهار اللي غادي يجي فيه ولد خالتي. حتى كنسمعوا الزغاريت عند الباب وعرفت باللي هو جا. كان نفكر كيفاش غادي نشوف في عينيه، كيفاش غادي نتلاقاه من بعد هاد السنين كامله، كيفاش غيشوف فيا. بقيت جالسه وبحال الا مربطه، ما قادراش نوض، ما قادرش انا نوقف ونسلم عليه. بقيت جالسه في بلاصتي حتى دخل هو سلم على مو وشافني انا وسلم عليا، وبقى كيشوف فيا وطول فيا الشوفه لدرجه ان كل شيء اللي كان جالس رد ليه البال. المهم جلسنا، عيطات عليا خالتي، قالت لي جي بنتي قربي حدايا. جيت عندها قالت لي شوفي بنيتي انا ما عارفاش راسي من هنا لغدا واش غنبقى حيه، ولكن حاجه وحده كنطلب منك المسامحه لا انت ولا ولدي. انا غلطت في حقكم بزاف، وقصوحة الراس هي اللي خلاتني نخسر ولدي، وهي اللي خلاتني ما نشوفوش سنين هذه. شفتو اليوم وتبدل عليا بزاف. المهم هذيك الساعه عنقاتو وعنقاتني، بقينا جالسين هذيك الليله. واحد شويه هي تقول لي شوفي بنيتي كنتمنى انك ما ترفضيش الطلب ديالي. قلت لها شنو خالتي قولي؟ قالت لي ما كرهتش انك تقبلي الزواج بولدي. بديت كنضحك، قلت لها نتزوج بيه كاع؟ قلت لها خالتي راكي عارفه راني مطلقه وعندي ولد. قالت لي وفين هو المشكل؟ الا كنتو كتبغيو بعضياتكم وخا يوقع اللي وقع غادي تقدروا انكم تجمعوا مره اخرى. هو شاف فيا وابتسم، حسيت باللي مازال باغيني، حسيت باللي مازال داك الحب كاين في قلبه، وعرفت باللي هو ما ارتبطش من بعدي برغم انني انا تزوجت وولدت، ولكن هو ما دارش حياه اخرى، بقى عايش على الحب ديالنا، بقى عايش على الامل ديال واحد النهار غادي نتلاقاو. وفعلا تلاقينا، بحال الا وقعت معجزه. فعلا خطباتني ليه وحنا في دارها،
وماما فرحات بزاف لانها كانت عارفه باللي قلبي معاه، وكانت عارفه باللي داك الزواج انا تزوجته فقط غير بغيت نبين لراسي وللناس باللي انا صافي بديت حياه جديده. من بعدها خالتي غادي تولي شويه بخير، وقررت انها تجي برجليها هي وولد خالتي، وجاو وخطبوني من ظهرنا. تخطبت ليه، درنا خطبه وضرب الصداق. تزوجت بيه وانا فرحانه وما مصدقاش راسي، ما يمكنش هذاك الانسان اللي انا كنت كنبغيه وحاربت على وده وما وصلناش للغرض ديالنا، ولكن في الاخر من بعد 3 سنين كامله غادي نتزوجوا. ما يمكنش. كتقول لي ماما كل شيء ممكن، ربي لكان مكتب لك واحد الحاجه غادي توصلك، سواء دابا سواء من بعد، غير انتي ما تقنطيش من رحمه الله وما تفقديش الامل. تزوجنا وهو رجع لخدمته، من موراها البنات وجد لي وريقاتي، وقدرت انني ندي معايا حتى ولدي بعد معاناة طويله. هذيك المعاناة ربي اللي عالم بها مع الطليق ديالي، لانه كان رافض ان ولدي يمشي معايا، وبقيت كنقنعه، ما خليتش شكون دخلت يعني بيني وبينه. كنقول له بلي ولدك في اي مره غادي نجي غادي نجيبو لك حتى لعندك وتشوفو وغادي يعيش بخير. عيت ما نقنع فيه، دوزها عليا صراحه، ولكن الحمد لله قدرت انني ندي معايا ولدي. انا حاليا والده بنيه مع راجلي اللي هو ولد خالتي، وعايشين الحياه السعيده، عايشه معاه الحب، عايشه معاه الاستقرار، عايشه ديك الحياه اللي كنت كنتمنى نعيشها من شحال هذا، برغم انني دوزت بزاف ديال الامور اللي هي خايبه، ولكن الحمد لله ربي كفاني، وربي خلاني انني نتزوج بالانسان اللي حبيته وبغيته. بغيت نوصل لكم من خلال القصه ديالي ان واحد جوج الناس الا كانوا مكتابين لبعضياتهم راه واخا يدخلوا الناس واخا يوقع اللي وقع، لا بد ما واحد النهار غادي يكونوا مع بعضياتهم، لانه هما من النهار الاول مكتابين لبعضياتهم. في الحاله ديالي انا عاودت قصتي باش نعطي امل بزاف ديال البنات اللي يقدروا يكونوا عايشين نفس المعاناه ديالي، برغم انهم يقدروا يكونوا مخطوبات لشي واحد اللي ماشي من عائلتها، ولكن الام ديالو هكاك رفضاتك ما بغاتكش. ولكن شوف اختي، الا كنتي مكتابه لذاك الانسان وهو مكتاب لك، راه واخا هاد الام دير اللي دير، لابد غادي يجي واحد النهار وتجمعي انت وياه. ما تفقدوش الامل. وهذه هي حكايتي. اعزائي المستمعين، كنتمنى باللي القصه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، وكذلك تكونوا استفدتوا وخديتوا عبره. وما تنسونيش كيف ما العاده من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينه بحالكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع قصه جديده. دمتم في رعايه الله.